نقول ألف مبروك للمنتخب المغربي. هو يوم للتاريخ سجلوه المغاربة بقلم من ذهب وبأقدام ذهبية ورؤوس ذهبية نفتخر فيها ونفخر هنا بها في الوطن العربي. المنتخب المغربي اليوم هو الأول على مجموعته، المنتخب المغربي الأول على مجموعته، في مجموعة فيها المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيكي. كرواتيا التي تكون هي وصيفة كأس العالم. المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد الذي يتأهل الدور 16 للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1986. فإذا قلنا هناك من يستحق التصفيق والاحترام والوقوف هو المنتخب المغربي. لذلك أطلب منكم جميعا لو سمحتوا الوقوف للمنتخب المغربي الحبيب. استاهلوا. الله. سهل يا دكتور. شكرا لكم مع حكيم زياج نجم المنتخب المغربي. حكيم وات داي وات يا له من يوم، يا لها من ليلة رائعة بالفعل، أليس كذلك؟ نعم. كما تقول لا يوجد ما نقوله، لا أوجد الكلمات المعبرة. هل ستحرزون نتائج إيجابية بعد أو ستنصير؟ لا، دعني القول، دعنا ألا نستهن بالفريق المغربي، ولقد أنجزنا ولقد قمنا بلعب المباراة على طريقتنا فيمكننا مفاجأة الناس. كان يوما مميزا للمغرب. نعم، إنه يوم تاريخي. نعم. لا تجد الكلمات. لا أجد الكلمات. نتوفر على لاعبين ممتازين متمرسين في إفريقيا. قمرنا إلى تم النهاية، سوف نحدد المباراة ونريد أن نذهب بعيدا. شكرا لكم. نواصل مع لاعبي المنتخب المغربي مع حارس المرمى ياسين بونو. قبل أيام بس لي راسي، اليوم أنا نبوس له راسه. ياسين يا له من يوم، انتظرناها كثيرة هذه اللحظة. الحمد لله كما شتي، يعني ليلة تاريخية كاع الشعب المغربي صراحة، والدراري داروا واحد العمل كبير باش يعني يحققوا هذا الإنجاز اللي شحال هذه ما تحقق. وكما كتعرفني أنا فدماغي في ويتيام فينال دابا، يعني غنبداو نفكروا فيه من دابا باش إن شاء الله، حيت هذه الفرقة عندها مؤهلات باش دير كثر إن شاء الله. هل من حق الجمهور المغربي والعربي أن يحلم ياسين؟ لا كانوا اللعابه ديالو كيحلموا فما يمكنش الجمهور ديالهم ما يحلمش. فاحنا الحمد لله يعني هذا الجيل هذا جيل متمكن، جيل اللي يعني مولف بالرباح، مولف يهز لي كوب، ويعني بانت في التيران والجمهور كيحس بها. كنشكرهم على المسانده وكنتمناو نزيدوا نعطيوهم بحال هاد الفرحات. الف شكر ياسين، الف مبروك الف مبروك. سفيان أمرابط سفيان، ألف مبروك. شكرا. What a day. الحمد لله. I'm so proud of the team. أنا فخور بفريقي وبهذه النتيجة التي أحرزناها، وأننا قمنا بإسعاد الشعب المغربي بهذه الطريقة. الحمد لله. شكرا لك. عودة إليكم. Congratulations حكيم. New generation, new chapter. جيل جديد وفصل جديد من سطره المنتخب المغربي الذين يرغبون بالفوز بشدة. لقد أنت من ضمن هذا، أنتم ترأستم المجموعة. نعلم من البداية بأن الطريق ستكون صعبة، لكن كما تعلم لعبنا بتكتيكاتنا وبذلنا جهدنا، بقينا جسدا واحدا وصنعنا التاريخ اليوم. كم أنت فخور اليوم حول هدفك الأول في المونديال؟ بالطبع أنا فخور للغاية أن أحرز في هدف في كأس العالم، وكما قلت صنعنا التاريخ. أخبرنا عن شعورك، حول شعورك تجاه ردة فعل المعجبين. انظر حولك، إذا نظرت إلى مباراتنا الأخيرة اليوم وانظر إلى حولك، وهذا كافي. شكرا لك. يعطيكم العافية نجم المنتخب المغربي نايف أغرد، نرحب فيك. ألف مبروك الانتصار. مباراة ظننا أنه في الشوط الأول أنها سهلة للمنتخب المغربي، لكن في الشوط الثاني كان فيها صعوبة كبيرة. السلام عليكم. بعدا احنا كنا عارفين بلي المقابلة ما تكون سهلة. المنتخب الكندي ما كان عنده والو اللي يخسروا. هما كانوا ديجا في الاخر عارفين راسهم مقصيين، هما لعبوا بالاريحيه. احنا كنا عارفين بلي خصنا نربح ولا نقطه واحده باش ندوزو للدور المقبل.
الدراري بينوا على واحد القتاليه اللي كبيره، كنبغي نشكرهم الجماهير المغربيه والجماهير العربيه خاصه. الشوط الثاني ضغطوا نفسيا ولا كان الوضع انه يعني ارهاق بدني؟ كان شويه الارهاق البدني. عارفين باللي كنلعبوا كل 4 ايام ولا 3 ايام، ولكن الحمد لله الدراري من الاول كانوا باغيين يفرحوا الشعب المغربي كما قلت لك، وعطينا جهدنا وكنا عارفين باللي غتكون مقابله صعيبه. طبعا كلنا كعرب فخورين باللي سواه المنتخب المغربي، لكن انت على الصعيد الشخصي كانت بدايه موسم صعب، انتقلت لويست هام لدوري جديد، تلقيت اصابه جدا قويه، لكن اليوم انت ما شاء الله تشارك في كاس العالم وتتاهل. كيف اوصف لي هذه المرحله سريعا يعني؟ حلم ديال الطفوله، وكما قلتي انا منين مشيت لويست هام من بعد جاتني اصابه اللي صعيبه. كنت كنظن بان كاس العالم محال، الحمد لله بقدره الله سبحانه وتعالى والعمل قديت نرجع في الوقت، والحمد لله فرحان بزاف. انت حتى دكتورك وديت له هديه اتوقع صح؟ الدكتور الشخص العمليه صحيح؟ جيمس كالدر. انا وياه كنا قلنا باللي كاس العالم هو الهدف ديالي. حتى فريق ويست هام كنبغي نشكرهم حيت داو المجهود باش يوجدوني لهذا كاس العالم، ومنين عرفت راسي كاين في اللائحه عطيته هديه القميص ديال ويست هام، وكنبغي نشكره حتى هو. نايف لما نشوف التشكيله والسكواد اللي انتم موجودين فيه، الفرق اللي تلعبوا فيها، ويست هام، نتكلم عن تشيلسي، عن باريس سان جيرمان، عن بايرن ميونخ، المجموعه هذه تقدر تروح بعيد في كاس العالم؟ علاش لا كما شفنا في المجموعه ديالنا. انا شخصيا كنحطها اصعب مجموعه. شفنا منتخب كرواتيا، منتخب بلجيكا وتا كندا، قدينا نوقفوا خصم لهاد الفرق هادو، بينا ان عندنا مؤهلات، وكما قلتي فاللعبه كيلعبوا في فرق كبيره. ان شاء الله نزيدوا العمل، وان شاء الله نعطيو جهدنا باش نزيدوا نفرحوا الشعب المغربي. اخر سؤال، انا سعيد بطول معك، بس على ذكر المجموعه هذا افضل انجاز تاهل للمنتخب المغربي 86 كان التاهل بانتصار وتعادلين، اليوم التاهل بانتصارين وتعادل في مجموعه كان صعبه، كان الكل مرشح يمكن كرواتيا وبلجيكا انهم يكونوا اول. التاريخ اليوم تصنعوه في المنتخب المغربي. بصح خصنا نقولوا بان دخلنا للتاريخ مع هذا الفريق اللي شاب، بمدرب اللي شاب تا هو اللي كيعطينا واحد الثقه كبيره. كما قلت لك باقي ماتشات، باقي مباريات اللي كبار، فاحنا نزيدوا نعطيو جهدنا، وعلاش لا نزيدوا نكتبوا التاريخ اكثر. شكرا، سعيد بهذا اللقاء، افتخر بهذا اللقاء، وان شاء الله نتقابل بعد المباراه القادمه بنتيجه جميله. بارك الله فيك. شكرا نايف أقرد. نرجع لكم في المجلس، تفضل مايك معك خالد. شكرا لكم. مع اشرف حكيمي. اشرف ميلوثياس tenemos confianza en este grupo. نتقبل هذه المجموعه، سوف نربح هذه المباراه ونحقق شيئا جميلا. مساء الخير. كما قلت هذه المجموعة هي مجموعة رائعة، خلقنا جو عائلي، فالكل سعداء بتحقيق هذا الهدف، فاللاعبون خلقنا مجموعة منسجمة، ونحن نمشي في نفس الطريق. عبرنا عن ذلك في المقابلة الفاتحة. هل يمكن أن نحلم بشيء أكبر؟ نحلم بهذا الآن. قد كتبنا التاريخ منذ عدة سنوات لم نمر إلى التمن. نريد أن نغير عقلية المغرب والعالم العربي. كما قال المدرب، نحن نزيد سعداء بهذا الإنجاز، نستفيد ونتمتع بهذه شكرا بزاف كل المغاربة اللي كيكونوا مورانا الرسالة باللغة العربية. المغرب كيصيفطونا فيديو كلشي حنا فرحانين. يشكر المغاربة ومشجعين كملوا معنا ويفرحوا كاملين المغاربة. شكرا. Turn around when it is safe to do so. In 100 yards, turn right.